بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. كنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت على إنه إزاي أستعدل قمر الستيل ستراكشر باستخدام أنماط وأشكال التسخين المختلفة، واللي قلنا عليها الهيت باترن، واللي صنفناها لأربع أشكال، وهو اللاين هيت والفي هيت والسبوت هيت والبلوك هيت. تعالوا بقى ابتداء من فيديو اليوم هناخد بعض الأمثلة العملية على انه ازاي اقدر اتني او اعمل بندنج، تمام، او اتني الكاميرا على سيفها لكاميرا ايه بقى؟ لكاميرا السي تشانل او كاميرا اليو تشانل، او اللي بنقول عليه بالبلدي اللي هو كاميرا المجرى اللي واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. طيب انا عايز اتني الكاميرا دي في اي اتجاه؟ هقول لك والله انا عايز اتنيها او عايز اعمل فيها كامبر في اتجاه الفلانشات، او بنقول عليها توردس الفلانش. تمام كده؟ تمام. طيب ايه اللي انا هقدر اعمله او هبدأ اسخن ازاي عشان احصل على الكمبر اللي انا عايزه في اتجاه الفلانشات؟ هقول لك والله هنستخدم نوعين من انواع انماط اللي هو التسخين. النوع الاولاني اللي هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي واللي انا بطبقه على ويب كاميرا المجرى او السي اللي هو الفي هيت، والنوع الثاني اللي انا بطبقه على فلانشة كاميرا المجرى وهو البلوك هيت. وبطبق نوعين او نمطين التسخين الحراري دول في نفس الوقت. تمام كده؟ بجيب البك بتاعي بتاع اللمبة وببدأ اقف عند النقطة اللي هي واضحة قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة اللي هي راس المثلث، وببدأ اسخن، تمام، في اتجاه قاعدة المثلث. وخلي بالكم اتجاه قاعدة المثلث ده وده عنصر رئيسي وحاجة، وده المهم في فيديو اليوم، ان هو بيكون دايما قاعدة المثلث العريضة بتكون دايما في اتجاه الجزء اللي انا عايز اقصره او عاوز اتنيه. تمام كده؟ تمام. اما البلوك، هي البلوك اللي هو هيت بطبقه عادي على الفلانشات، ولما بستخدم الاسلوب الطريقتين دول مع بعض بقدر احصل على الكمبر او اقدر احصل على البند اللي انا عايزه، تمام كده، في الكاميرا اللي انا عايزها. كده احنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية مع انماط متعددة او اشكال متعددة او قطاعات متعددة لكاميرا الستيل ستراكشر، وهنعرف ازاي نقدر نعمل له بندنج او نتنيه. شكرا، سلام عليكم.